السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكل أطفالنا بخير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد. وعلشان المناسبة دي قلت أعمل وجبتين كده على السريع، يدوب ما بياخدوش معانا دقايق، وفي نفس الوقت كل وجبة مش مكلفة خالص، بتحتاج معانا بيضاية واحدة بس. وكمان الوجبة مليانة بالعناصر الغذائية اللي هتفيد ولادنا ومشبعة لهم خلال الوقت اللي بيقضوه برا البيت. نقول كده بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنجيب هنا عجوه وهنفصصها، هنغسلها كويس جدا مره واثنين وثلاثه ونصفيها من الميه. وكمان معانا هنا 3 بطاطسات قشرناهم وسلقناهم وقطعناهم. هنبدا كده نقول بسم الله. هنعمل العجوه. معانا معلقه سمنه كبيره هننزل بيها طاسه، وبعد كده هننزل بكمية العجوة اللي احنا عملناها. هنقلب العجوة كده تقليبتين، هنستنى عليها شوية لحد ما تبدأ تبقى طرية معانا وتطيب. هنقلبها كده على السريع. اهم حاجة تبقى النار معانا موطينها علشان العجوة ما تتحرقش مننا. ونستمر في تقليبها. طبعا احنا عارفين قد ايه العجوة والبلح والتمر مفيد جدا 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 لصحة ولادنا. دي من الوجبات الجميلة جدا المفيدة لولادنا، وكمان مشبعة لهم وما شاء الله يعني مليانة بالعناصر الغذائية اللي هتفيدهم وهتخليهم كده مليانين طاقة ما شاء الله وحيوية طول وقت الفترة الدراسية. هننزل بعد كده بالبيضاية. بيضاية واحدة بس، يعني الوجبة معانا النهاردة مش مكلفة خالص، يدوب شوية عجوة وبيضاية واحدة بس. هنقلب البيضاية كده بالراحة ونكون موطين النار، ونتأكد ان البيضاية استوت معانا. بكرر تاني نفس المشهد عشان اوريكم ان هي بيضاية واحدة بس اللي معانا في الوجبة دي. وهتشوفوا دلوقتي ما شاء الله الوجبة هتبقى في الاخر شكلها ايه. كده البيضاية معانا بدأت تستوي، طبعا موطين النار جدا. خلاص البيضاية ما شاء الله العجوة استوت معانا. دي بقى التكية اللي هنحطها في الاخر، ودي اللي هتخلي الوجبة معانا ما شاء الله مكتملة القيمة الغذائية. شوية سمسم وشوية حبة البركة، دي تكية كده من عندي بضيفها في الاخر، احطها على وش العجوة. وخلاص كده خلصنا الوجبة بتاعتنا في ما شاء الله في دقيقتين. هنروح بقى للوجبة التانية، وجبة البطاطس المسلوقة. هننزل بمعلقة سمنة، وبعدين هننزل بالبطاطس المسلوقة. هنقلبها تقلبتين مع السمنة. ننزل بشوية ملح، شوية فلفل، وشوية زعتر، وبعدين هننزل بالبيضاية
يعني كل وجبة من الوجبتين دول بتحتاج معانا بيضاية واحدة بس. تقدروا تعملوا وجبة واحدة كل يوم، يعني ببيضاية واحدة هنقدر ما شاء الله نعمل سندوتشات لكل ولادنا. بيضاية واحدة بس يا ولاد. وكده خلاص الوجبتين خلصوا معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يكون الوجبتين اللي انا عملتهم النهارده يعني يكونوا عجبوكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم، علشان ان شاء الله انزل بوصفات جديده. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.